طيب ايه الفرق ما بين اختبار انترتيك واختبار اليو؟ اختبار انترتيك المشهور جدا، او يعني انترتيك كمؤسسه ثيرد بارتي بتختبر المنتجات الخاصه بمخارج الهواء بالذات، مشهوره جدا في اختبارات البرفورمانس. انترتيك هي شركه امريكيه بتختبر اي منتج اجينست الكود اللي انت عايزه. المشهور جدا الاختبار طبقا ليه كانترتيك هو الاشري 72 اللي بيتم في اختباره في مخارج الهواء عشان يختبر البرفورمانس داتا بتاعتك. يقول لك والله الثرو بتاعك قد كذا، على سرعه قد كذا، الفلوريت، البريشر دروب، وهكذا. يبدا يختبر الجزء ده. تمام. بيطلع تقرير بسيط في البرفورمانس اللي هم عملوه ده، وانت ده مش فيلير، يعني انت بتبدا تقارن انت الداتا اللي طالعه لك من المختبر ده بالداتا اللي موجوده عندك في الكتالوجات، وتبدا تشوف او تعدل لو انت عندك معمل او حاجه انت بتشتغل بيها، او انت بتطلع الداتا بتاعتك باي طريقه، وتبدا تعمل لها فيريفيكيشن مع داتا معتمده من ثيرد بارتي. الاختبار ده بيبقى ليه تاريخ معين، هو اتعمل مثلا في شهر 10 2028 2025. ده ليه تاريخ خلاص ثابت، طالما انت ما غيرتش اي حاجه في المنتج مش محتاج تعمل تاني ان انت تختبر المنتج مره تانيه. تمام. فبالتالي ما فيش تجديد او ما فيش داعي ان انت تجدد. على عكس اليو ال طبعا من اكتر الحاجات المشهوره في الاختبارات الخاصه بالحاجات اللي ليها علاقه بالفاير او السموك او كده. تمام. بيتم الاختبار المشهور للفاير دامبر. اشهر الحاجات اللي بيتعمل لها اختبارات في مصر هو الفاير دامبر، الستاتيك ريتنج بالذات. بيتعمل له الاختبار على كذا مرحله. ده لازم يعدي، هو في فيلير، يعني انت ممكن ما تنجحش في الاختبار، تمام، او ما تعديش في كل الاختبارات، او تضطر تعيد كذا اختبار لغايه وتعدل في المنتج بتاعك لغايه ما توصل لسبيكس معينه اللي تعدي الاختبار ده. وانس ان انت عديت بكده بيطلع لك الشهاده بتاعتك. هل ده مستمر مدى الحياه ما بيتجددش؟ لا. اليو ال مختلفه جدا لان هي بتبعت زيارات منتظمه، ممكن نقول من 8 ل 10 زيارات طول السنه. حد بيجي يراقب على الانتاج بتاعك ويشوف الاختبارات بتاعتك. اي منتج انت بتطلعه لازم تحط ليبل معين عشان يتعمل له تراكنج، عشان اي حد يقدر يرجع ليه الشهاده ويتاكد انها موجوده وفاليد. لو انت عملت طول الوقت، يعني بعد ما عملت الاختبار في اي وقت عملت مشكله، بيتم تعليق الشهاده بتاعتك لغايه ما تراجع انت السبيكس، او ترجع تاني للسبيكس اللي كانت عليها الاختبار، عشان خاطر ما تختبرش حاجه وتبدا تبيع او تشتغل بحاجه تانيه. فاليو ال لازم ان انت تتاكد ان هو يكون فاليد وموجود على الموقع وستيل فاليد، ومفيش اي مشاكل او اي حاجه حصلت طول الوقت ده، عشان تتاكد ان المنتج ده ستيل تحت مظله اليو ال. عكس الانترتيك زي ما اتفقنا ان هو بيرفورمانس ما فيهوش فيلير، ومجرد ما اتعمل طالما انت ما عملتش ابديتس ثانيه خلاص هو بيفضل فاليد مدى الحياه. طبعا تقدروا تزوروا الموقع بتاعنا عشان تشوفوا كل التكنيكال داتا او كل التفاصيل، سواء الخاصه بالاختبارات الخاصه بمخارج الهواء او الاختبار الخاص باليو ال طبعا، وكل الداتا المتعلقه بالموضوع.